أهلا ومرحبا بكم في بودكاست جديد من مساحة أنوثة. كما وعدتكم غادي نكملوا في السلسلة ديالنا، واليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيأثر علينا وعلى حياتنا اكثر من اللي كنظنوا. الصوت الداخلي اللي كينتقدنا ديما، داك الصوت اللي في دماغنا اللي في قلبنا اللي كل مره كيبغي يهبط لنا المعنويات ديالنا واللي كيخلينا نحسوا بلي حنا ما عندنا حتى شي قيمه. يمكن تكوني دابا واقفه قدام المرايه او لا قبل ما تسمعي هذا البودكاست وبلا ما تحسي غادي تبقاي تقولي مع راسك وانتي كتشوفي في راسك شو على شعرك كي داير، ناريك حاليت، ناري عينيا ما عاجبينيش، هاك شي حاجه بحال هكا. او لا يمكن تكوني في خدمه او لا غير شي حاجه طيبتيها وبلاصه ما تشجعي راسك الصوت الداخلي ديالك كيبدا لك في الجلد، انتي فاشله، ما عندك مستقبل، اش هادشي كطيبي، غير هداي، غير جلسي. انا بعض المرات كنقول ايوا كون غير نعست وما درتش هاد الحاجه. هاد الصوت سميتو الناقد الداخلي. المشكل ديالو ماشي غير في الهضره اللي كيقول، ولكن في التاثير اللي كيخليه في حياتنا. كينقص من الثقه بالنفس، كيخلي القرارات ديالنا مرتبطه بالخوف، وكيتحكم حتى في العلاقات ديالنا. والسؤال هنا هو واش ممكن نسكتوا هذا الصوت او لا على الاقل نبدلوا لواحد الصوت اللي كيعاونني؟ الجواب هو اي، بخطوات بسيطه، ولكن هاد الخطوات البسيطه غادي يكون عندها تاثير اللي قوي بزاف. واول حاجه خاصنا نبداو بها هي نوعاو بداك الصوت. خاصنا نوقفوا ونوعاو. المره الجايه ملي غادي تجينا ديك الهضره اللي هي سلبيه غادا نحبس وغنقول هذا غير صوت داخلي، هذه ماشي حقيقه. هاد الوعي غادي يعطيك واحد المسافه اللي كتخليك تختاري واش تيقي هاد الصوت او لا. تاني حاجه غنبدل اللغه ديال الحديث مع راسي. نتيا غير بيني وبينك سولي راسك دابا وقولي واش ممكن، واش شي نهار نقدر نهضر مع شي صاحبتي ونقول لها في وجهها نتيا فاشله وما عندك حتى شي قيمه؟ بطبيعه الحال لا. ايوا علاش نقولها لراسي؟ علاش غنقولها لراسي؟ نعامل راسي كاني انا هي ديك صاحبتي. من اليوم اي كلمه سلبيه غترجعيها بواحد الجمله اللي كتشجعك، اللي هي ايجابيه. في بلاصه ما نقول انا ما نسواش، نقول انا عندي قيمه حتى الا ما كنتش كامله. في بلاصه نقول ديما كنفشل، نقول انا كنجرب وكنتعلم. وفي بلاصه ما نقول ما قدرتش، غادي نقول غادي نحاول مره اخرى وغادي نقدر. خلي داك الصوت الداخلي ديالك يتحول من جلاد لمدرب. تخيلي معايا خسرتي في واحد الامتحان ما نجحتيش، الصوت الداخلي ديالك كيقول شتي عمرك ما غتنجحي. ولكن الا دربتي راسك على الايجابيه غادي يولي يقول في بلاصه هاد الكلمه اللي قلت الاولى غيقول مزيان انك جربتي. هذه فرصه ليك تعرفي فين خاصك تخدمي باش المره الجايه تكوني من احسن. هنا غادي نعطيك عاوتاني واحد ليكزارسيس كما غادي نولفتكم وغادي نولفكم في كل حلقه وفي كل موضوع غادي نديرو تمرين. قبل ما تناسي انا ديما غادي ننصحكم بالكتابه. ديما تكون عندك اجنده ولا كتاب على شكل انت اللي بغيتي واللي اتيغاك، ستيلو ديالك تخليه عندك يكون صغير يبقى ديما في الصاك ديالك، في الشكاره ديالك. بالنسبه للبنات اللي كيقراو ديما غادي تهزيه معك. قبل ما تناسي غتكتبي جوج جمل ايجابيه لراسك. تقدري تقولي لراسك انا كنستحق الحب، انا كنستحق الاحترام، اولا انا كنستحق كل ما هو زوين، انا كنكبر وكنتطور كل نهار. غير بهاد العاده اللي هي صغيره اللي غتبان لك شي حاجه اللي تافهه غتلاحظي ان الصوت الداخلي ديالك بدا شويه بشويه كيتقاد، شويه بشويه كيتقاد، كيولي من سلبي يولي ايجابي. واخر حاجه غنقول لك ما تنسايش انه داك الصوت الداخلي راه ماشي انتي، هو غير فكره، وانتي اقوى واحسن واكبر من اي فكره سلبيه. خلي الصوت الداخلي ديالك يكون سند ليك وماشي العدو ديالك.
وبهكا كنكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم من بودكاست مساحه انوثه، ونتلاقاو في بودكاست جديد.